السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا بخير وفي صحه جيده. توحشكم بزاف وجيت اليوم بوصفه خطيره ولذيذه اللي غادي تنال اعجابكم والبقوا غتشكروني عليها. اذا الوصفه غادي تكون كغطان بالدجاج وبالتوابل وداكشي زوين. اذا خليكم مع المقادير. اولا كنحتاجوا دجاج اللي هو صدوره ولا فخوضه، ماشي مشكل، يعني نص على حسب نتوما وشحال ولا حسب الكميه عاوتاني الاشخاص. كناخذوا بطاطس مقطعه الى شرائح، وكناخذوا البصل كذلك مقطعه الى شرائح. هادو ديجا انا درتهم قبل باش نتهنى، وكيف ما كتشوفوا الوصفه ما غاديش تعكزكم، يعني داكشي ساهل ماهل. وفي التوابل عندنا ثوم مفروم، عندنا الخرقوم البلدي والملحه وسكنجبير واليبزار والتحميره وشويه ديال الكمون. وبالنسبه للسمن انا ما عنديش السمن بلدي، يعني ديك اللي كيجي عاطل المذاق، اذا اكتفيت باني ندير ضامه ديال السمن الحر. عندي هنا فرomاج موتزاريلا محكوك، وعندي هنا البنات خاصكم تخلطوا الزيت بلديه مع الزيت روميه باش كتجانسوها. وهنا عندي الربيع مقطع، وهنا شويه ديال السيترون ماشي بزاف، غير هاد الكميه، نص معلقه ولا معلقه صغيره، وشويه ديال الماء باش كنحركوا به الخليط كامل. اذا غادي نحتاجوا الاناء كبير وغادي نبداو نحطوا التوابل ديالنا. دابا التوابل ديالنا غادي ناخذوا الكنور وغادي نفركوه مزيان بيدانا. التوابل كذلك غادي نحطوها من سكنجبير ويبزار الى اخره. الربيع، الحامض السيترون، والزيت غادي يكونوا من 3 المعالق الى 4 المعالق كبار. 1 اذا غادي ناخذوا الماء ونبداو نخلطوا المكونات كامله. نتوما عينكم ميزانكم في الماء، يعني حيت الدجاج اصلا ديجا كيطلق الماء، يعني ما تكثروش في الماء بزاف. اذا غنكتفي بهذا القدر. اذا من بعد ما خلطنا جميع المكونات ولات هكا طابقه وشاده في راسها، غادي ندوزو باننا نتبلو الدجاج. خاص داكشي كامل يدخل فيه مزيان باش كيجي. وهاد الطريقه يمكن لكم تعتمدوها انكم ديروها في الليل، ولا غدا تخليو غير داكشي اللي غادي يكون هو الثاني، بحال البصله وبطاطا. مي انا وجدتها قبل. اذا البنات كنشرملوا الدجاج ديالنا على هاد الطريقه، ودخلوا فيه المكونات مزيان باش كيجي متبل وزوين. هانتوما كما كتشوفوا ساليت دابا التتبيل ديال الدجاج، كيجي غير هكا وكيجي فن عاطي الريحه. اذا غادي نخليوه دابا يرقاد شويه من بعد ما نكونوا حنا حاطين الفران يسخن على درجه الحراره 180، وغنوجدوا الاناء ديالنا اللي غنبداو نحطوا فيه جميع المكونات. اذا البنات من بعد ما ساليت الدجاج ورقدته وخليته يرتاح، غادي ناخذوا اناء دابا اللي كنحطوا فيه الكغطان ديالنا. اذا اسمحوا لي قبيله نسيت زعتره اللي هي مكون كينسم لنا الكغطان ديالنا، والفرomاج بيان سور هو اللي غادي نزينو به في الاخر. اذا غادي نشدوا البصله
كتكون هي التفريشه الاولى ديال القاع ديال الكراطون. فرشوها مزيان باش ما كيبقاش داكشي طالع وصافي. من بعد كناخذوا البطاطا، كتكون مقطعه شرائح على هذا الشكل هذا. اذا البنات من بعد ما استفت البطاطا في المول ديالي، غادي ناخذ الدجاج على هذا الشكل. وهذا الشيء اللي بقى لنا في الاناء يمكننا نزيدوا عليه شويه ديال الماء ونكبوه من الفوق، وماشي ما تزيدوش عليه الماء بزاف حيت اصلا الدجاج كيطلق والبصله كتطلق. اذا من بعد ما استفنا الدجاج ديالنا البنات، ديك الاقامه اللي غادي تبقى لكم في الاناء الكبير يمكن لكم تضيفوا عليها شويه ديال الماء بحال هكا، ولكن ماشي بزاف حقاش ديجا الدجاج غادي يطلق الماء والبصله غادي تطلق الماء. يكفي ديروا غير بحال هكا وتعمروا الفراغات اللي كاينه في الاناء على هذا الشكل. اذا من بعد ما ضفنا داك شويه ديال الاقامه اللي كيبقى لنا، كنديروا غير بحال هكا الاناء باش كتهود ديك الاقامه لتحت. موراها كناخذوا زعتره كنفركوها بيدنا بحال هكا وكنرشوها من الفوق. كتجي غزاله وكتنسم وكتخلي المذاق زوين في الدجاج، ما غاديش تتبعوا منه يا البنات. اذا من بعد ما سالينا غادي ندخلوا الكراتان ديالنا للفران، والفران خاصو يكون مشعل الفوق ولتحت بالنسبه للبنات اللي غادي يسولوني. وموراها غادي ندوزو لطريقه ديال التزيين، خليكم معايا. ايوا يا البنات، هذا هو الطبق النهائي ديالنا. كيفاش كتشوفوا كيجي زوين ولذيذ خطير بزاف. جربوه وردوا عليا الخبر، وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى تخليوا لي سبسكرايب وجيم وتفعلوا جرس الانذار. شكرا لكم بزاف.